افتتح محافظة بلقرن محمد بن عامر مشروع منتزه آل مجمل في مركز آل سلمة، والذي أنشأته بلدية بلقرن على إطلالة جبلية مطلة على تهامة، ليعكس المنتزه الطبيعة الخلابة في محافظة بلقرن ويصبح مركز جذب للسياح. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الإخبارية في بلقرن عبد الله القرني. عبد الله، أهلا بك. من خلفك لوحة الضباب تعبر عن الطقس وكيف هو لديكم. أهلا بك إيمان، وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية. هذه اللوحة التي ترينها هي من الضباب، وهي على قمة شفا مركز آل سلمة في هنا في هذا منتزه المجمل. طبعا ارتفاع أكثر قرابة 2300 متر عن سطح البحر. هنا أجواء كما ترون ويرى المشاهدين الكرام، أجواء ضبابية وأجواء أيضا ماطرة وجميلة. درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية. بكل تأكيد هذا المنتزه تم افتتاحه في خلال هذه الفترة القريبة في هذا الصيف. كان مركز جذب للعديد من السياح. سنتحدث عن هذا المنتزه بشكل أوسع مع رئيس بلدية بلقرن الدكتور المهندس حسن بن مضواح القحطاني. أهلا وسهلا بك مهندس حسن. في البداية حدثني عن الخطوة الأولى لإنشاء مثل هذا المنتزه المطل على تهامة وأيضا على هذه المناظر الخلابة الجميلة. حياكم الله وحياك الجميع فريق القناة الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير حفظه الله الأمير تركي بن طلال، ومن ضمن الركائز الاستراتيجية لهيئة تنمية عسير الاستدامة البيئية والاستدامة الاجتماعية. تم زيارة الموقع في فترة سابقة بطلب واقتراحات من أهالي مركز آل سلمة بمحافظة بلقرن. تم الشخوص على الموقع. الموقع كان عبارة عن موقع اجتماعي يجتمع فيه أفراد القبيلة. أبناء الوطن دائما في أي مبادرات وأي مشاركات مجتمعية هم أساس التنمية إن شاء الله في هذا البلاد ومن أبناء الصالحين. مميزات هذا المنتزه؟ مميزات منتزه طبيعي، حافظنا على طبيعة الموقع، طبيعة الأشجار، طبيعة الحجر اللي موجود. حاولنا نتدخل بتدخلات يعني عمرانية توافق مع النسق العمراني والمشهد الحضري في يعني صناعة الأرصفة وصناعة الإنارة الطبيعية بما يتوافق الحجر الطبيعي مع ما يتوافق مع طبيعة المكان. وزي ما ذكرت في أول كلامك يقع على أعلى ارتفاعات منتزهات الشفا في مركز آل سلمة. الحمد لله استغلنا الطبيعة واستغلنا المكان والمخرج اللي ترونها الحين وتراها المشاهدين في التقرير اللي يعد إن شاء الله على الموقع. كيف كان الإقبال من الناس، وأيضا هذه الخطوة كيف رأيتوها من أهالي المحافظة وأيضا من زوار المحافظة؟ الموقع سجل زوار كثير خلال فترة الصيف. الحمد لله تم تدشينه بحضور سعادة محافظة بلقرن يمكن قبل حوالي شهرين. الزوار يعني أتوقع التسجيل فاق 2000 زائر أو 3000 زائر. هنا. طيب، مستقبل مثل هذه المراكز السياحية في محافظة بلقرن والمشاريع والاستثمار في مثل هذه الطبيعة الخلابة؟ الفترة الأخيرة فترة توجه برؤية 2030 من باب الاقتصاد والاستثمار السياحي. الموقع فعلا له مزايا سياحية كبيرة، وإن شاء الله عندنا مراحل قادمة لتطوير الموقع. استقطب مع الزوار والاستثمار الفترة الماضية. حاولنا نستغل الموقع بكافة جميع مرفقاته، والحمد لله وجدنا إقبال حتى من المستثمرين على الموقع. الدكتور مهندس حسن مضواح القحطاني رئيس بلدية بلقرن، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيك العافية. يعطيك العافية. هذا هو المشهد هنا إمام في محافظة بلقرن في شفا آل سلمة، وبالتحديد هنا في مركز آل سلمة في منتزه المجمل. وهذا الإطلالة الجميلة التي هي على مرتفعات هذه الجبال أكثر من 2300 متر عن سطح البحر، في هذه الأجواء الجميلة التي كما ترون هي أجواء ماطرة وضبابية. هنا بدرجات حرارة منخفضة. كان هذا المنتزه شكل في هذا الصيف مركز جذب للعديد من السياح، ويبدو بالفعل بأنه جذب حتى لأهالي المنطقة. يعني صوت الحياة من حولك عبد الله، صوت الحياة من حولك جدا يعني واضحة في محافظة بلقرن، حتى أصبحت
يعني العديد من مراكز الجذب هنا في هذه المحافظة، من خلال ما تقوم به أيضا المحافظة والبلدية من إعداد واستغلال الأماكن الطبيعية لتصبح مراكز جذب سياحي. شكرا جزيلا لك عبد الله القرني مراسل الإخبارية من بلقرن، شكرا أيضا لضيفك.